عسلامة عسلامة، اليوم رجعت لكم بفيديو جديد بعد ما غبت عليكم برشا. جيتكم بوصفة تونسية أصلية اللي هي الملوخية بالكرشة. هاي اجوا معايا باش نوريكم كيفاش نحضروها. كيما تشوفوا لهنا قصيت الكرشة ونظفتها بالكدا بالكدا، وتو باش نفوحوا الكرشة حطينا ثوم، حطيت برشا ثوم، راس كبير ثوم، فلفل أكحل، فلفل أحمر، وتبل وكروية. وتو باش نحطوا الفاح في الكرشة ونحاولوا يدخل فيها الفاح بالكدا بالكدا. ولهنا خلطت الكرشة بالفحات بالكدا بالكدا باش يدخل فيها الفاح ويكون فاوح. وتويكا نخليو الكرشة بالفاح متاعها على جنب باش يدخل فيها مليح مليح الفاح. وهذا سر من أسرار الملوخية، اللي هي قد ما تحط اللحم متاعك مفوح وحده على جنب بياخد وقت أكثر بالفاح قد ما يكون أبن. وتو اونتخ طون باش نبداو نحضروا في الملوخية. باش نحطوا الزيت، انا باش نطيب 150 غرام ملوخية. على 150 غرام ملوخية باش نحط كيما تراو الكاس هذاك كاس ونص زيت. تحب هي زيت الملوخية، حطيت كاس ونص زيت. وتو باش نصب الملوخية متاعي كيما تشوفوا فوق الزيت. وفي المرحلة هذه نحركوا بالكدا الملوخية مع الزيت، لازم يدخل فيها الزيت بالكدا لهنا قبل ما نشعل الغاز. تو بعد ما يدخل فيها الزيت بالكدا الملوخية، تو باش نشعل عليها في الغاز على نار هادية. وتو المرحلة هذه مهمة برشا، نقعدوا نحركوا فيها باش تتقلى، لين تتقلى وتشتش كيما نقول تتقلى مليح مليح مليح. ونقعدوا نحركوا فيها وردوا بالكم تخليوها تشد ولا تلصق في قاع الطنجرة ولا الكوكوت ولا الحاجة اللي طيبوها فيها. لازم خاصينو تولي فما طعم تاع حراق. ديما تقعدوا تقلي وتحركوا. وتويكا بعد ما كملنا مرحلة التقلية نصبوا تويكا اللحم اللي عنا كسوا كرشة لحم اللي هو. تويكا نحطوا الكرشة ونخليوها تتقلى زادا معها ونحركوا كيف كيف. وزادا نحطوا ورقات رند انا نسيت ما صورتهمش. وتو في المرحلة هذه باش نصبوا الماء سخون، لازم يكون ماء سخون. نصبوا ونحركوا او ميم طون في نفس الوقت، نصبوا ونحركوا نمرقوا الملوخية متاعنا تويكا ونخليوها تطيب على نار هادية. ولهنا المنظر متاع الملوخية متاعنا بعد 6 سوايع. كيما تشوفوا طلع الزيت، انا نخليها ما بين 6 7 سوايع على نار هادية. كي طلع الزيت متاعها وما نحكي لكمش على الريحة، ما شاء الله ريحة فاوحة فاوحة. وانا من اكثر الملوخية اللي نحبها هي الملوخية اللي بالكرشة. ما شاء الله لهنا كيما قاعدين تشوفوا لهنا الملوخية حضرت وباش نطفي عليها. ولهنا صبينا صحين الملوخية متاعنا، حسيلو نودكم ولا نشهيكم الريحة قبل البنة، ريحة بنينة برشا. وما تكمل الملوخية متاعنا كان بخبزة طابونة عربي ديري، تزيد تعطيها بنة على بنة أكثر. جربوا الطريقة متاعي وأكيد باش تعجبكم، وما نتصورش كان فما تونسي ما يحبش الملوخية وخاصة معها الخبز الطابونة. حاسيلو إن شاء الله نتلقى في فيديو جديد وفي وصفة جديدة، وإن شاء الله ما نغيبش عليكم برشا كيما غبت المرة هذه. وتنقول لكم باي باي.